على فكرة هالسنة ما نزل ثلج بلبنان، بس طمنوا بالكم رح يطلع نفط نكاية بكل اللي بعدهم عم بيشككوا. رح يطلع عنا نفط. انت عم تخيلوا لبنان بلد نفطي شو ممكن يتغير؟ عن جد تعالوا نتخيل انه بلبنان بلد نفطي شو ممكن يتغير. اول خطوة مثلا بعد النفط بيتبرع لبنان للسعودية ب5 ملايين دولار. تتغير اسامي العيال. انا مثلا حضرتي بصير اسمي الشيخ عادل بن انطوان بن يوسف آل كرم. مثلا جبران وزير الخارجية بصير اسمه جبران بن جرجي آل باسيل الأول. أما زميله بالكتلة نعم طلة أبي نصر فاسمه منه فيه بصير اسمه نعم طلة بن أبي نصر. بيتغير نظام الحكم بلبنان من جمهوري برلماني إلى ملكي وراثي، وبيتولى رئاسة الحكومة ولي العهد، وبصيروا كل الفنانات الخليجيات يغنوا باللهجة اللبنانية. مثلا تخيلوا نبيل شعيل تحت النخلة وعم بيغني رح حلفك بالغصن يا عصفور. ورح خلفك بالغصن يا عصفور. بالورق بالفي بالنبعة. على فكرة كل ما خلق ولد لبناني بتهديه الحكومة 10 براميل براند خام، وبعمر 3 سنين بيطلع له بيو جي ام سي او جمس او مثلا شيفروليه بيقولوا لها شفر. ايه وبصير يفحط فيها مثلا على مستدير تجل الديب مثلا. عم تخيلوا عم بيفحط. بصير يوصلوا على المدرسة بقى بالجمس، وب18 بتجوز على حساب الدولة. وخليج جوني بصير اسمه خور جوني، وخور على سواح بقى. وإذا تأزم الوضع فلبنان بيطلب من رعاية عدم التوجه إلى دبي بالصيف. وفي مثل بيقول درهم وقاية خير من أمطار علاج. لا، بصير اسمه ليرة وقاية خير من أمطار علاج. بعدين ما حدا بيعرف يمكن يصير عنا اكسبو لبنان 2050. بصير الإماراتية يبعتوا بيروت we are proud of you. ونستضيف لبنان يستضيف مونديال 2058 مش بعيدة. وبدل ما ينط عن برج خليفة بيجي توم كروز بينط عن برج الموت. نعمله طاوشة انه توم كروز عنا بنط عن برج المور. ايه ويستضيفوه عنا وبصير الخليجي بده كفيل لبناني حتى يشتغل عنا. حتى الغزل رح يتغير، فبدل ما تصير تقول لها انت بالاساس يقبرني جمالك، بتصير تقول لها يقبرني جمالك. ناقة. كل شيء بلبنان رح يتغير مع النفط الا الشيخ سعد، ما ضروري يغير شيء.